جالي اصابه قاتله هتقعد 6 شهور مريح. حصل لي صدمه كده بس يبقى ريكفري مظبوط 100%. انا بشوفها قدرات خارقه. معاكم محمد صالح من ريتال فيتنس. النهارده هنتكلم على هل ينفع اتمرن وانا عندي اصابه. الموضوع ده كبير قوي ويطول الشرح فيه قوي، بس اقول لكم على كام حاجه كده حصلت معايا شخصيا ومن اللي انا بشوفه بقى اون فلور. معايا انا شخصيا ايه اللي حصل في 2007 مثلا 2008. جالي اصابه قاتله. انا ما كنتش بعمل حاجه غير ان انا بتمرن في الوقت ده خالص، يعني كنت ساعات حتى بتمرن مرتين في اليوم. ثقافتي كانت ايه؟ كان زي اي حد نازل بيتمرن في الجيم. ما كانش لسه في مدربين اقوياء قوي في الفتره دي، ما كانش لسه في فيديوز بتشرح ازاي نتمرن. ما كنتش انا اصلا متعلم حاجه، كان كل خبرتي ان انا بروح اتمرن واشوف الناس بتعمل ايه واسمع كلام المدرب في حاجات لا وهكذا. جات لي اصابه زي ما بقول لكم كده، اصابه تقعدني يعني. الدكتور قال لي بسم الله الرحمن الرحيم كده هتقعد 6 شهور مريح. اكن حد اداني بالقلم على وشي. حسيت ان كل حاجه بتضيع واكتر حاجه بحبها في حياتي هتوقف عنها يعني. حصل لي صدمه كده وكشيت من الموضوع. وقفت طبعا يعني، سمعت الكلام بس قفلت. فالفكره كلها في استقبال بقى صدمه الاصابه دي. هتتعامل معاها ازاي؟ هتوقف تمرين خالص ولا لا؟ هتتمرن باللي تقدر تعمله ولا لا؟ تاني بوينت في القصه العلاجيه، تسمع كلام وتنفذ كلام الدكتور وتروح لافضل دكتور تقدر تروح له. ولازم تبقى ماشي على بلان ان انت تعمل ريكفري، مش هقول لكم في وقت سريع، بس يبقى ريكفري مظبوط 100% عشان تعرف ترجع تتمرن تاني. اللي عايز اوصله لكم بس في القصه دي ان في ناس لازم تحمد ربنا الاول يعني، وتدعي لهم بالصحه يعني. الناس دي بتبقى فاقده طرف من الاطراف. في ناس ما عندهاش ايد، ما عندهاش رجل، وعندهم باشن وثقه في نفسهم. وانا بشوفها قدرات خارقه ان انت تقدر تعدي كل الحواجز دي وفي الاخر تتمرن وتعمل اللي انت بتحبه وتعمل اللي انت عايزه. فمهما كانت الاصابه اللي عندك، انت مش هتيجي 1% من الناس دي شافته في حياتها. بمعنى اوضح يعني، ان انت مهما كانت الاصابه اللي عندك فانت تقدر تتغلب عليها وتقدر تستمر في الرياضه. والحياه ما بتوقفش عند رياضه معينه. يعني مش معنى ان انا بحب الويت ليفتنج وبحب الباور ليفتنج وان كل حياتي معتمده على الاوزان والطحن، فان انا يجي لي اصابه في كوعي ولا في كتفي ولا في ركبتي فان انا اقطع رياضه وافضل قاعد بقى حاطط ايدي على خدي لحد اما اخف. لا، انا زي ما قلت لكم، انا رقم واحد هسمع كلام الدكتور وامشي على البلان بتاعته واشوف الريكفري بتاعي هيتم ازاي. رقم اتنين لازم اشوف الاصابه اللي عندي دي موقفاني عن ايه واقدر اعمل ايه. يعني انا لو عندي اصابه في كتفي وهتنزل تتمشى، بس انزل اتمشى ما توقفش. عندك مشكله في ركبتك او في كوعك والويتس والحديد ممنوع منهم، لو تقدر تعوم انزل عوم. اللي اقصده ان انت في الاخر هيبقى في وسائل كتيره قوي تقدر ما تبطلش بيها رياضه، بس القصه ان انت ما يحصلكش الشوك زي ما حصل لي كده وتقفل من الموضوع. مفيش رياضي خالي من الاصابات، كل الناس عندها اصابات، بس في الاخر الذكي هو اللي بيعرف يريكفر نفسه بسرعه وفي نفس الوقت ما يبطلش وما يقفلش من الرياضه. انا مش دكتور في الاخر، بس انا راجل رياضي ومدرب بقول لكم من واقع خبرتي ومن اللي انا اتعلمته في الكام اصابه اللي حاصلين لي. وحتى الان يعني في اصابات، بس في الاخر انا بقيت فاهم اتعامل معاهم ازاي. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.